يوسع لنفسه احمد، يلعب على طول مساحات ضيقه ولكن استخلاص جميل على طول من عمرو مرعي، يلعب العرضيه الناحيه العكسيه في منتهى الخطوره، وادي محاولات جوه الجول. حلوه حلوه حلوه، عمرو مرعي يعلن عن نفسه في فرحه جماهيريه مصريه لمصرنا الغاليه. على طول المنتخب العسكري يتقدم بهدف لا شيء على المنتخب الجزائري العسكري بفرحه مصريه على ارض عمانيه. يتقدم المنتخب العسكري على طول لعمرو مرعي. حلوه حلوه حلوه، واشوف الابتسامه واشوف الفرحه الكبيره واشوف الجماهير المصريه الحبيبه اللي هي بتؤازر منتخباتها حتى المنتخب العسكري. شوف الفرحه الكبيره، شوف الولاد الصغيرين. على طول هجمه في منتهى الخطوره اتعملت جميله جميله من ناحيه اليمين وجمله جميله. شوف عمرو مرعي اتحرك ازاي، هو اللي لعبها ناحيه اليمين وهو اللي استلمها على طول وهو التقدم على طول والتسديد على المرمى وهدف التقدم على طول للمنتخب المصري بالتقدم لفوز مصر وتقدمها بهدف لا شيء حتى الان. هدف جميل على طول. شوف البدايه وشوفوا من ناحيه اليمين لمخرج المباراه والعرضيه الجميله المثاليه، ولكن شوفوا التواجد والمتابعه الجميله. حتى الراجل عمرو مرعي لعبها حلوه حلوه ناحيه اليمين وكم الطرف ناحيه اليمين وجري بسرعه خارج منطقه الجزاء. عنده احساس المنطقه وعنده احساس ان هو هيبقى فيه كلام. وده على طول هدف التقدم على طول لعمرو مرعي الهمام محرزا اول اهداف الدقيقه عمان. وادي العرضيه جزائريه، خد بالك، وادي الاستلام والضغط والمحاولات. اضغط كمان يا راجل يا راجل، انا لسه بقول لك اضغط. وادي هدف التعادل، لسه بقول لك اضغط. وادي الراجل رقم 11 يحرز هدف التعادل. لسه بقول لك يا دي محمد امين حميه. وادي الجماهير الجزائريه ويعود ليها الامال مره ثانيه، وخطا دفاعي بدون داعي وضغط كده مش ضغط بقى قوي. ادي رقم 11 محمد امين يحرز هدف التعادل في الدقيقه 51. 1-1. يلا يا رجاله لسه فيها كلام. شوفوا الاستلام وشوفوا حضراتكم بقول للراجل يعني اضغط اضغط ما تسيبش المساحه دي. فيعني كان الضغط ضعيف جدا وده هدف التعادل. ادي هدف التعادل. اعتقد كده احمد سامي هو اللي كان ماسك الراجل. ادي فعلا احمد سامي بعد عنه شويه ووسع له، وعلى يمين على طول محمد عواد يحرز هدف التعادل. ادي باينه تماما. كان لازم طبعا الضغط يبقى احسن من كده وكان لازم واحد يساعده كمان، ولكن هدف التعادل ان شاء الله اللي جايه افضل. ادي احمد سامي فعلا كان لازم يبقى ضغطه اقوى من كده شويه. يعني المدافع هنا مفيش هزار. اسالوا كابتن فتحي مبروك، مفيش حاجه مصريه. الناحيه الثانيه فاضي يا احمد، عدى بمهاره. هذا احمد عيد يلعب على حدود منطقه الجزاء ولا انتقال الهجمه، واحمد الشيخ. يلا احمد، يلا التسديده جوه جول. مش ممكن، هدف عالمي، هدف عالمي للنجم على طول. ادي احمد الشيخ يصحي الفرحه المصريه على طول في ملعب الاراضي العمانيه، وفرحه مصريه ما بعدها فرحه بهدف عالمي للعالمي احمد على طول. احمد الشيخ مش ممكن عملها زي لعيبه الباسكت بهدف، مش ممكن ولا في الاحلام. على طول معاها الفرحه المصريه في توقيت مناسب جدا جدا جدا. وفرحه محمد عمر والفرحه المصريه والجماهير المصريه هي ام الدنيا مصريه، والفرحه الجميله بهدف جميل. حلوه 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 لاحمد الشيخ، وهي بركات الشيخ احمد الشيخ بهدف جميل مصري بفرحه مصريه عسكريه، احتراما للعسكريه المصريه دايما وابدا ان شاء الله. وفرحه جميله مع احمد الشيخ. شوفوا في حلاوه الهدف، شوفوا التفويته الجميله، شوفوا الاتقان، شوفوا المهاره المصريه بتحكي وتتحاكى على ارض عمانيه بهدف جميل للذكرى الجميله على طول. احمد الشيخ هدف مش ممكن ولا في الاحلام. شوفوا حضراتكم المهاره على طول. احمد الشيخ بيحكي ويتحاكى على ارض ايه، قصه وحكايه، قصه وحكايه. حتى الجزائريين مش ممكن يصدقوا ان الكره دي رايحه في المرمى، ولكن كان عندي احساس بيني وبينكم، كان عندي احساس ان هي رايحه. هو الراجل خد القرار وحطها حلوه حلوه حلوه، وهي دي اهداف احمد الشيخ. والفرحه المصريه بتحكي وتتحاكى على اراضي عمانيه. نايل سبورت.